عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. الفيديو ده هندردش في مجموعة من الأسهم قبل جلسة الحد إن شاء الله. قبل جلسة 19 يناير 2025 كنا عملنا جزء أو فيديو صغير كده أول امبارح اتكلمنا فيه على 12 سهم. النهاردة إن شاء الله برضو نتكلم على مجموعة كده صغيرة في حدود برضو 12 أو 15 قبل جلسة الحد 25 قبل جلسة حد سوري 19 يناير 2025. وهنبدأ بأكت فاينانشال. أكت فاينانشال على المدى المتوسط فهو صاعد. كنا حددنا هدف عنده عند 3 جنيه و70 قرش في يوم 5 يناير. هو نزل شوية وبعدين رجع هنا، هو طلع في جلسة 13 يناير جاب الهاي 3.62 وقفل 3.36 بفرق 8 قروش على المستهدف. طبعا هو بيجني هنا، هو بيجني عرضي. وعندنا هنا في جلسة 16 الجلسة الأخرانية عمل هاي 3.5 أو 3.51 وكلوز 3.47. كان اللو بتاعه 3.45 والجلسة اللي قبل منها اللو بتاعه 3.44. الجلسة اللي قبل منها اللو 3.40. احنا عندنا هنا الخط العرضي ده 3.42 الدعم بتاعه دعم أول. الدعم التاني في حدود 3.30 اللي هو خط الترند ده. يبقى مازال عندنا بعدم كسر 3.42 وارد اللي هو يجيب 3.70 و3.80 بعد كده. ده بالنسبة لأكت فاينانشال. السهم إيجابي على المدى المتوسط، دعمه على المدى القصير 3.42. بعد كده نشوف ابن سينا. ابن سينا جاء آخر جلسة خبط في خط الترند ده ونزل، خبط فيه ادي جلسة 3 جلسات بيخبط فيه ومش قادر يتخطاه، وبرضه مش قادر ينزل تحت الدعم او يقفل تحت الدعم. هو فتح 6 جنيه ونص، طلع ل 6 جنيه 63، لو 6.35، كلوز 6.51 ب3,600,000 سهم تقريبا. هنا عندنا خط دعم ده او النيك لاين ده خط مهم. تقريبا بينزل تحت منه ويرجع يقفل فوق منه في اخر 3 جلسات. طيب في حال كسره هيبقى عندنا مستهدف هنا حوالين 5 جنيه و30 قرش. مرورا ان هو في نسبة فيبوناتشي دعم 6 جنيه و30 قرش. 6 جنيه و30 قرش أول دعم. الدعم اللي بعد كده حوالين 6 جنيه، يبقى 6.30 6 جنيه، وبعد كده عندنا 5.30. طيب في حال الثبات فوق 6 جنيه ونص هيبقى عندنا أول مقاومة حوالين 7 جنيه ثم 7.5. ده في حال تخطي 6.70. في حال تخطي 6.70 هيبقى عندنا مقاومة هنا اهوت قرب 7 جنيه ثم 7.5. ده بالنسبة لابن سينا. ابن سينا فارما. طيب بعد ابن سينا ممكن نشوف أبو قير الأسمدة. أبو قير أسمدة طبعا هنا عمل رالي اهو 5 جلسات طالع من 48 جنيه. جه في الجلسة دي عمل له 7 وجلسة 12 يناير له 47.55 كلوز 51 جنيه وطلع. كنا محددين له مستهدف او انا كنت شايف اللي هو هيوصل لخط الترند ده يخبط فيه وينزل. خبط فيه وكمل جلسة كمان عند 53 جنيه. هيبقى عندنا المقاومة الجاية حوالين 55 جنيه الخط العرضي ده، يليها 58 جنيه. من 58 ل58.5 دي مقاومة. دعم 55 جنيه. في حال عدم الثبات فوق 55 هيبقى عندنا هنا هو خط الترند ده المفروض يشيله من أول 54 جنيه. ده على المدى القصير. ده بالنسبة لأبو قير للأسمدة والصناعة الكيماوية. طيب أريبيا انفستمنت هولدنج. السهم وصل ل48 قرش و6 مليم وارتد. قفل 49 و9 يعني تقريبا 50 قرش. نزل لحد هنا وبعدين ارتد
طيب احنا عندنا هنا النزول ده يجيب لنا نسبة فيبوناتشي هنا 38% عند 52 قرش. جه في آخر جلسة هاي 51 قرش و7 مليم، كلوز 51.2. هيبقى عندنا هنا في الحتة دي عند ال 52 قرش كلاستر مقاومات، نسبة فيبوناتشي وخط الترند اللي هو المكسور رجع يختبره تاني. يبقى نخلي بالنا في ال 52 قدر يتخطى ال 52 وكان السوق إيجابي، هيبقى عندنا هنا اهوت ال 53 قرش برضو فيها كلاستر مقاومات، نسبة فيبوناتشي 50% من النزول، ونسبة فيبوناتشي على المدى المتوسط، وخط اتجاه عرضي هابط. 53 قرش دي تعتبر مقاومة قوية. ده بالنسبة لأريبيا، أريبيا انفستمنت هولدنج. طيب بعد أريبيا أسك إيجابي على المدى المتوسط، بس عندنا هنا في مقاومة هنا خط الترند ده عند أو حوالين ال35 جنيه. هو ارتد من ال33.20، كان اللو بتاعه في جلسة 14 يناير لف منها، وفي آخر جلسة فتح وقت 34.12 هاي 34.5 كلوز 34.34. هنا عندنا الخط العرضي ده هنا عند ال 34.70، وهنا في هنا عند ال 35 برضو في مقاومة عند ال 35 جنيه، قدر يتخطاها هيبقى عندنا هنا ال 36 جنيه. ده على المدى القصير. من 36 جنيه، وقبل منها في ال35 جنيه اهو. ده بالنسبة للأسك. طب نشوف أصول للوساطة. أصول للوساطة كده عرضي. طيب عندنا هو لف هنا من عند ال70 قرش و6 مليم، آخر جلسة جاب هاي 74. عندنا هنا الخط العرضي ده اللي هو 72، ده الدعم بتاعه على المدى القصير، يليه ال70 قرش، قدر يتخطاها هيبقى عندنا بعد كده هنا هو 76، ثم القمة عند ال85. جرب عليها 3 مرات، ادي كده مرة، ادي كده 2 اهو في جلسة 4/12 4 ديسمبر، جرب عليها في 8/1. تقريبا كل شهر كده بيجرب عليها، او كل 15 16 جلسة. او حدود كده يعني ما بين هنا وهنا كده، ما بين كل 20 جلسة تقريبا بيجرب على ال85 جنيه او قرب ال85 قرش، سوري 85 قرش. فيبقى دعمنا هنا على المدى القصير حوالين 72/8 72/6 لحد 70/6 70/8، مقاومة 76 قرش. ده بالنسبة لأصول للوساطة. عمار كان عنده هدف عند 36 تقريبا، 36 مرورا بالدعم عند 6.5. جا في جلسة 14 يناير لف من عند 6.65، جايب آخر جلسة 6 وربع 7 وربع 7/20، وكلوز 7/15. هيبقى عندنا هنا دعم نسبة فيبوناتشي عند أو حوالين ال7 جنيه، وعندنا أول مقاومة هنا ال7.35 اللي هو الدعم المكسور، يليها ال7.80. ده بالنسبة لإعمار. السهم لسه مازال سلبي على المدى القصير. أكرو مصر عنده مقاومة في ال65، خبط فيها في آخر جلسة ونزل قفل 64/20. دعمنا حوالين ال63 جنيه، مقاومة 65 63 65. ده أكرو مصر. في حالة تخطي ال65 هيبقى عندنا ال68 جنيه، هتبقى المقاومة التالية.
إليكو. نفس الكلام في جلسة 14 يناير، لف من عند 144 كلوز جنيه ونص. مش قادر يتخطى 157. 157 أصبحت مقاومة، مش قادر يتخطاها، 3 جلسات مش قادر يعديها. هيبقى دعمنا في عند 140، يعيد يختبره لحد 140. أول مقاومة هنا عندنا عند 160، يليها المقاومة الأساسية عند 170. 170 قرش. يبقى في حالة كسر جنيه ونص هيبقى عندنا حوالين 140 10 قروش دعم. يليه خط الترند الأساسي عند 135. 135 ده نقطة كويسة على المدى القصير جدا. لو جرب يختبر عليها 135 هتبقى فرصة جيدة لعمل تريد. الهدف 170 قرش. سهم خفيف وحركته سريعة. ده بالنسبة لإلي. أموك هنا في خط ترند هابط، جرب عليه مرة أو قرب منه مقدرش يوصل ليه في جلسة 13 يناير عند 7 جنيه 62، ونزل. هو الخط عند قرب 8 جنيه أو حوالين 8 جنيه، نزل منها وقفل 7 جنيه 53. جا في آخر جلسة برضو جا عند 7 91 ونزل كلوز 7 80. هتبقى عندنا المقاومة هنا 8 جنيه. مقاومة قوية لازم يخترقها، لازم يبقى فيه فوليوم كبير. آخر جلسة في هنا فوليوم 2 مليون، على الأقل كده فوليوم يعدي 6 مليون عشان يقدر يخترق. في حال اختراق 8 جنيه نحدثه. في حال عدم اختراقها هيبقى عندنا أول دعوم عندنا 67 ل7 ونص. 67 ل7 ونص. ده أموك. بعد أموك شوف الألمونيوم العربية ونختم بيه إن شاء الله في الفيديو القصير ده بالمجموعة البسيطة دي من الأسهم. طيب احنا عندنا هنا الألمونيوم العربية، هنقوله كده اهوت. في هنا مقاومة هنا عند 15 جنيه 75. يليها 16 ونص. يبقى هنا كده 15 75 أول مقاومة. في حال عدم تخطيها يبقى عندنا الدعم 14 ونص دعمنا. 14 ونص دعمنا. السهم عرضي على المدى المتوسط. هنكتفي بالقدر ده من الأسهم، ونكمل كمان. هنعمل فيديو تاني كده برضو قبل جلسة بكرة الحد، برضو نتكلم على مجموعة صغيرة برضو من الأسهم. وأي حد ليه أي استفسار ياريت تسيبولي في الكومنت، إن شاء الله نعلق عليه في الفيديو الجاي. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير. وشكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.